نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم مستمعين الأفاضل والمشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ساعة شباب، هذا البرنامج الذي يأتيكم من استديوهات شبكة سلام. باسمكم جميعا نرحب بمن يصحبني في التقديم أخي وزميلي عبد الرحمن. حياك الله أخي عبد الرحمن. أهلا وسهلا عبد الرحمن، ونجدد أيضا الترحيب بالسادة المشاهدين والمتابعين في كل مكان. حلقة جديدة وموضوع جديد وأحاديث مشتركة، ترقبونا. لا زلنا مستمعين ومشاهدين الأفاضل في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة، أو عبر موقعنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. مشاهدينا الكرام، إلى أولى فقرات هذا البرنامج وجلسة السمر. طيب، موضوعنا اليوم في جلسة سمر يا عبد الرحمن موضوع شبابي بحت يعني. نعم. وإن كان يعني أوج الشباب كلهم يطلعون عليه ويقرؤون فيه ويفعلونه باستمرار. طيب، الرياضة يا عبد الرحمن، أولا خلينا بمفهوم عام أو بنظرة أشمل. ما هي الرياضة؟ هل الرياضة مقتصرة على مثلا رفع الأثقال والذهاب إلى النادي بشكل يومي، أو أن الرياضة ممكن أن تكون أسلوب حياة يتخذها الإنسان في يومه، أو أن الرياضة مقتصرة على الألعاب مثل كرة القدم وكرة السلة وما إلى ذلك؟ في مفهوم الشخصي أو المفهوم العام بشكل عام، الرياضة كل ما ذكر. الرياضة كل ما تستطيع أن تحرك به جسمك لغرض الصحة ولغرض الحياة الصحية الممتازة. ما رأيك في هذا عبد الرحمن؟ يعني مصطلح الرياضة مصطلح مرتبط بكل ما يحرك الجسم بغرض تحريك الجسم أولا، وبغرض إيجاد نمط حياة صحي. بالتالي الرياضة تشمل ما قلت يا عبد الرحمن، وتشمل أشياء أخرى أيضا. يعني ذهابك للدوام بمشي على الأقدام هذا يعتبر رياضة. تحركك في البيت داخل البيت يعتبر رياضة. أي شيء المهم أن تتحرك، هذا شيء يعتبر. طبعا الرياضة مقسمة إلى تقريبا طبعا في الاعتماد العالمي صنفت حول أكثر من 400 نوع من أنواع الرياضات، سواء كرة قدم، كرة سلة، أثقال، حديد، مشي، جري، سباحة، ركوب خيل. هذه كلها تعتبر من الرياضات. فبالتالي الرياضة تشمل كل ما ذكرت يا عبد الرحمن. ولكن لو سألنا نعم، لمن الرياضة يا عبد الرحمن؟ من هم المستهدفون عندما نذكر الرياضة؟ من هم المستهدفون؟ أغلب الفئات السنية، أو عفوا أكثر فئة سنية تغلب عليها الحياة الرياضية هي فئة الشباب. نعم. يعني فئة الشباب ممكن يدخلون فيها الأطفال ما يعني ما فوق سن 15، خلينا نقول إلى 12 سنة. هؤلاء يعني يدخلون في مرحلة الرياضة، ولكن نمط الحياة الصحي أو الرياضة المعتبرة أعتقد أنها تبدأ من سن 18 وتنتهي بسن 40 45 50، وبعضهم يزيد على ذلك. بالتالي هذه ذروة عمر الإنسان وفي عز فتوه وشبابه. بالتالي الرياضة تقتصر تغلب على المرحلة السنية هذه، وبشكل عام هي للجميع، سواء للأطفال، للكبار، للنساء، للرجال. الرياضة ليست حكرا على أحد. طيب، مثل ما قلت هي ليست حكرا على أحد وهي للجميع، لكن احنا نذكر الشباب هنا لأنها المرحلة التي دائما يكون فيها الإنسان شغوف إلى فعل الرياضة. قبل أن يبلغ يكون يعني ما يعرف إيش الرياضة، أو ما ممكن يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي بحكم أنه صغير في السن. بعد أن يتجاوز 40 يكون قد رقى عظمه وحدوده وظهره، وصار يعني من الناس اللي يتثاقل أنه يسوي رياضة وكذا. وطبعا لهذا استثناءات كثير من كبار السن والرجال تشوفه ما شاء الله إلى أن يأخذ الله أمانته وهو ما شاء الله رياضي وصحي وسليم وبنية جسمانية جميلة. لكن لماذا نلعب الرياضة عبد الرحمن؟ هل الأسباب في هذا الصحية فقط، أم أنها أسباب حيوية تنشيطية؟ أجبني في هذا. لماذا نلعب الرياضة يا عبد الرحمن؟ طبيعي. أول شيء خلينا نتكلم عنه منظور ديني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد، يعني تحديد، ولكن فيما معناه أنه
يعني نعم المؤمن القوي خير، نعم قال نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة في بدن الإنسان وفي صحة الإنسان مرتبطة ارتباطا كليا بالرياضة، وبالتالي هذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن الصحابة كان الجهاد يتطلب مجهود عالي، وبالتالي كان الصحابة يحتاجون، طبعا الصحابة كان عندهم رياضة ولكن من نوع مختلف، يعني المشي، الذهاب، العمل الوحدي كان رياضة. نعم. في ذلك الأزمان. الآن في الزمن هذا صعب الواحد يعني يعيش مثل الزمن الماضي، فبالتالي أصبح ذهابك إلى النادي، ممارستك، يعني أنت تذهب لتفعل رياضة، أنه أسلوب الحياة غير رياضي أبدا وغير صحي أبدا. نرجع لموضوعنا، لماذا نلعب الرياضة؟ نلعبها لنقوي أجسادنا، نتقوى بها على طاعة الله، نتقوى بها على معاملة إخواننا، نتقوى بها على خدمة أهلنا، نتقوى أن الإنسان كل ما اكتسب الأجر في صحته وفي قوته وفي شبابه، كل ما زادت أعماله وبالتالي زادت حسناته وزادت خدمته للمجتمع. يعني هذا أتوقع السبب الأكبر للرياضة، طبعا غير أنه الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، فبالتالي الصحة هي أيضا من الأسباب المهمة أيضا نعم. للعب الرياضة. لكن عبد الرحمن خلينا نقول أي. دائما احنا ذكرنا لماذا نلعب الرياضة، خلينا ندخل إلى موضوع آخر ألا وهي فوائد الرياضة. أعطيني مثلا بشكل تفصيلي بحت ما هي فوائد الرياضة تحديدا على صحة الإنسان وجسم الإنسان بشكل عام. طبعا ما يختلف في هذا عاقل ان صحتك مربوطه بكونك انسان رياضي، او على الاقل انسان غير كسول، غير نعم. يعني مقعد او جالس ما تتحرك ولا هذا. من الفوائد اللي ممكن تكون ملموسه وملحوظه في نفس الوقت النشاط. نعم. الحيويه. انت لما تبدا يومك برياضه او يكون في يومك رياضه تعتقد في نهايه اليوم انك انجزت شيء، وإن لم تكن أنجزت على صعيد العمل أو صعيد الدراسة أو ما إلى ذلك، أنت أنجزت على الأقل في صعيد جسمك أو في صعيد صحتك الرياضية. يعني النفسية، صحة نعم النفسية نعم. مرتبطة أيضا. هي الحيوية مرتبطة بشكل أو بآخر بالحالة النفسية. صحيح. كيف يشعر الإنسان، كيف صحيح. أنه ممكن أنه صحته تتحسن أو نفسيته تتحسن لمجرد أنه مارس الرياضة. طيب دائما ما ننظر في المهتمين بهذا ارتباط الرياضة عندهم بالأكل الصحي. نعم. هل هذه مغالطة أم أنه فعلا لازم كل من يسوي رياضة يأكل أكل صحي، أو هذه تنفي هذه، أو لازم يعني نسوي فيها؟ وش رأيك في هذا؟ احنا لازم ما نربط الموضوعين ببعض، موضوعين مختلفين تماما ولكنهما مهمان. يعني لا يشترط على صاحب الرياضة أن يفعل أن يأكل أكل صحي. إذا ربطنا هذا الموضوع في بعض، بالتالي نقول للشخص الذي لا يفعل الرياضة أنك لا تأكل أكل صحي، أنك أنت ما سويت الرياضة. ولكن موضوعين مرتبطين ببعض لهما من الأهمية بشكل مختلف تماما. يعني الأكل الصحي أمر مهم جدا، كما الرياضة أيضا أمر مهم جدا، فبالتالي هما موضوعين مختلفين ولكنهما مرتبطين في موضوع أن صحة الإنسان ويعني يعودان بالنفع إلى جسد الإنسان، فبالتالي هما مرتبطين ولكن ليس ارتباطا بشكل نعم. في آن واحد يعني، وإنما مختلفين لكن كلهم يؤدون نفس الغرض في صحة الإنسان. بالضبط، كلهم يعني يؤدون نفس الهدف ألا وهي صحة الإنسان، فبالتالي هم ليسوا مرتبطين مع بعض ولكنهما زي ما ذكرنا وجهان لعملة واحدة. بالضبط، وجهان لعملة واحدة. جميل. طيب خلينا دائما ذكرنا الرياضة والأكل الصحي، ما يسال لنا أن نقول أنه هذا الشيء عندما يجتمع يكون لنا أسلوب حياة. فبالتالي كيف نجعل، خلينا دائما احنا مركزين على الرياضة اليوم، كيف نجعل من الرياضة أسلوب حياة عبد الرحمن؟ كيف تجعل من الرياضة أسلوب حياة؟ هذا يعتمد على شخصيتك أنت في بداية الأمر. يعني أنت ما ينفع تقوم وتمارس حياتك اليومية وتذهب إلى العمل أو إلى الدراسة أو ما إلى ذلك وينقضي يومك، ثم فجأة في يوم وليلة تقول أنا بجعل الرياضة أسلوب حياة وأبدأ أتخذها. صحيح. أنت خطواتك المبدئية أولا أنك في الأشياء الأساسية في حياتك، الذهاب إلى المسجد، الذهاب إلى الجامعة، الذهاب إلى العمل، ممكن أنك يعني تفعل خاصية المشي، ممكن انك تمشي الى الجامعه، ممكن انك تمشي الى المسجد. امر اخر ممكن انك يعني تشوف لك صحبه او اصدقاء يذهبون الى النادي كل يوم، فيصير في يعني نوع من الحماس ونوع من التشجيع. دائما الواحد لما يوم يصير الحاله يعني تقل عزيمته ويفتر في يوم او اخر. صحيح. لكن انك تخاوي لك مثل هؤلاء اللي يداومون على الذهاب الى النادي، تمشي بشكل عادي يعني بشكل طبيعي مو بشكل متكلف. انت رايح المسجد، ليش تشغل سيارتك؟ روح برجولك. صحيح. فهذا ممكن يخلي من الرياضة عندك أسلوب حياة. بالضبط. خلينا نتكلم أيضا عن عكس الرياضة تماما، ألا وهو موضوع الكسل. نعم.
ايش اسباب الكسل؟ كيف ينتج الكسل؟ كيف يصنف شخص انه كسول؟ غالبا ما تاتي نتيجه عدم الرياضه بنتيجه مضاده تماما نعم. على الجسم، سواء صحيا وايضا نفسيا، فبالتالي تجد ان الشخص يدخل في مرحله تسمى الكسل. والكسل مرحله خطيره جدا، يعني احنا نقولها مزح بعض الناس، نقول انت كسول انت كسول انت كسول، ولكن الشخص الكسول ترى يعاني اشد المعاناه. تجد انه يعاني في صحته، تجد انه وزنه زائد، تجد انه صحته النفسيه ايضا سيئه، تجد انه يتثاقل اداء واجباته اليوميه، فبالتالي يكون عبء على نفسه اولا، وقد يصل مرحله انه يكون عبء على غيره، فبالتالي هذا امر خطير جدا، انك انت تصبح عبء على غيرك وتبدا تطلب من يساعدك ويساندك، وهذا ياتي نتاجا واتباعا لموضوع الكسل. بالتالي يجب على المسلم او يجب على الشخص الشاب ان يحرص اشد الحرص على انه ما يوصل هذه المرحله، مرحله الكسل، لانها مرحله خطيره جدا، وحلها يعني باتباع اسلوب الحياه والرياضه. نعم. والكسل يا عبد الرحمن هو طبع ينتج عنه اسلوب حياه. نعم. يعني انت يوم تتثاقل في نفسك انك تسوي اي شيء، انك تمارس الرياضه، انك تطلع، انك تروح، انك تجي، يصير خلاص اسلوب حياتك اسلوب الرجل البارد الكسول اللي ما يبي يسوي شيء، واذا سوى شيء يسويه باسهل طريقه ممكنه. صح. يعني مثلا انت اليوم تبي تطلع تشتري اغراض من السوبر ماركت ولا من البقاله، كونك شخص كسول وهذا اسلوب حياتك، بتطلع جوالك وتشوف اقرب ابلكيشن وتطلب منها الاشياء اللي تبيها بدل لا تروح. فصار عندك اسلوب حياه لانه هو اصلا عندك طبع. صحيح. فانت ممكن انك تحارب اصلا الطبع اللي عندك عشان ينتج عنه اسلوب حياه مختلف. نعم. ايضا قد يصل مرحله الكسل الى ان تفوتك فرص، وذهاب الفرص من اهم اسباب ومن اهم سلبيات الكسل، وبالتالي تجد شخص لديه فرصه عظيمه ولكن يؤجلها ولا يؤخرها ولا يتثاقل للذهاب اليها بسبب موضوع الكسل. تجد مثلا يقول لشخص تعال لي يا اخي مثلا في الساعه الفلانيه، وراح باذن الله راح يكون مثلا معك وظيفه او يكون مثلا في مقابله وظيفيه، بالتالي تجد انه يصحى من النوم متاخر، يتثاقل على ما يتجهز، فبالتالي تذهب عليه فرصه. وضياع الفرص زي كما ذكرنا من اهم سلبيات الكسل. وايضا الكسل يؤدي الى النوم الى ساعات متاخره من الليل، كونك انت اساسا نمت الى ساعات متقدمه من الصباح، فبالتالي تؤدي الى السهر، مشاكله كثيره عبد الرحمن. وهذا بحد ذاته مضيعه للفرص. صحيح. لما انت تعيش يومك والناس نايمين، صح، يعني هو كيف تلقى الفرص؟ كيف تتعايش مع المجتمع؟ فعلا بعض الناس كما ذكرت عبد الرحمن ينام، تلقاه ينام بعد صلاه الفجر وما يقوم الا الساعه 3 4 الظهر. نعم. يعني هذا كيف ممكن يعيش حياته؟ يعني فعلا هذا الشخص نقدر نقول عليه انه يفوت اهم ساعات اليوم تركها في النوم، وتلقاه مبسوط. تلقاه مثلا يقول يا اخي انا مرتاح، انا انسان ليلي، يقول كان انسان احب اعيش في الليل. طبعا هذا الشخص غالبا يكون عالة على المجتمع ويكون مثلا ما عنده شيء، فغالبا تجد ان بعض الناس هؤلاء روتينهم اليومي يعني سيء جدا ويتسبب الى مشاكل في حياتهم. نعم. ولعل الكلام في هذا يطول، لكن ختاما متابعينا نقول جاهد النفس وخالف لهواها بالرياضة فعساها أن توالف إن رأت منك الغضاضة. إلى فقرتنا القادمة وحول العالم. وإلى شمال أفريقيا حيث دول الحضارات والنهضات والتقدم، والحديث اليوم عن دولة ليبيا العربية، والتي يحدها عبد الرحمن البحر المتوسط من الشمال، ومصر والسودان شرقا. وتعد ليبيا رابع أكبر دولة من ناحية المساحة في أفريقيا، وتحتل الرقم 17 كأكبر دولة في العالم، أو من ناحية تصنيف أحجام الدول حول العالم، والمرتبة 19 كأكبر احتياط نفطي موجود في أفريقيا. عاصمتها طرابلس، وهي تعد أيضا من أكبر مدن ليبيا، تقع في غرب ليبيا ويسكنها أكثر من 1,000,000 نسمة. من إجمالي عدد سكان البلاد الذي يتخطى أيضا عبد الرحمن 6 ملايين نسمة، وطبعا هذا عدد قليل جدا مقارنة بدول أفريقيا. نعم. بالتالي من هذه المعلومة نستفيد أن سكان ليبيا من السكان الدول التي فيها عدد سكان قليل جدا مقارنة بمساحتها الشاسعة. أيضا عندنا ثاني أكبر مدينة في ليبيا ألا وهي مدينة بنغازي، وبالمناسبة يخلط الكثير بين بنغازي وطرابلس، وبالتالي بنغازي لها من الشهرة الشيء الكبير ما لطرابلس، وهي أشهر مدينتين
في دولة ليبيا. تقع ليبيا أيضا في شرق عفوا بنغاز تقع في الشرق، وبالتالي هي عكس تماما مدينة طرابلس، ويصل عدد سكانها إلى 700 ألف نسمة، وهي ثاني أكبر عدد من حيث، أو عفوا ثاني أكبر مدينة من حيث السكان. نعم. ووردت في المصادر اللاتينية عبد الرحمن فيما يعرف باسم ليبيا، قيل أنها منسوبة إلى قبيلة الليبو التي سكنت هذه المنطقة، منطقة ليبيا، منذ آلاف السنين. وعند المؤرخين المسلمين يذكر أن اسمها ليبيا أو ليبيا بالتاء المربوطة. وتاريخيا أطلق اسم ليبيا على الإقليم الواقع في شمال أفريقيا والممتد إلى المحيط الأطلسي. نعم. اللغة العربية عبد الرحمن هي اللغة المنتشرة في البلاد، وهي اللغة الرسمية والسائدة في مجمع البلاد. طبعا مع اختلاف اللهجات بسبب اختلاف المساحات ومساحاتها الشاسعة، نجد انه في اختلاف كبير في اللهجات. نعم. قد تصل بعضها الى انه في بعض الناس ما يفهموا لهجات بعض في ليبيا، ولكن تجتمع كلها في انها كلها لغة عربية. ايضا اللغة الانجليزية تعتبر من اللغات المتداولة في المدن، كذلك تستخدم في الدراسة الجامعية وفي كليات العلوم التطبيقية، وأيضا تستخدم في العديد من قطاعات الشركات الأجنبية داخل البلاد. فبالتالي لدينا اللغة الرسمية هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية متداولة وتجد أغلب الشعب يتحدث بها. وفي القطاعات والشركات الخاصة، في بعض الشركات الخاصة تجد أن اللغة الرسمية في هذه الشركات هي اللغة الإنجليزية. نعم. جميل. وفي الحديث عن اللغات نجد أن في القرى والمجتمعات المحافظة على التاريخ الليبي كما يذكر لا زالت تستخدم اللغة الأمازيغية، وتسمى أيضا باللغة الليبية أو اللغة البربرية، ولها أبجدية خاصة مختلفة عن باقي اللغات. كما هنالك كما ذكرت يا عبد الرحمن انتشار كبير للغة الإنجليزية والإيطالية والفرنسية وما إلى ذلك حتى أواخر السبعينيات. كما أن الأجيال المتأخرة حتى الآن لا يزال بعض منها يتحدث اللغة الإيطالية. نعم. بالحديث عن تقسيم السكان من حيث الإسلام والديانات الأخرى، نجد أنه 97% من مجموع السكان من 6 ملايين نسمة من سكان ليبيا هم من المسلمون الذين يتبعون المذهب المالكي، و3% من الديانات الأخرى من مختلف الديانات. وغالبا ما تجد أن 3% هؤلاء ليسوا ساكنين، وإنما فقط مقيمين بشكل غير دائم، فبالتالي إلا اللي مرتبط بدراسة أو مرتبط بعمل أو مرتبط بسياحة إلى غير ذلك. وبالتالي أغلب سكان، أو بدينا نقول معظم مجمل سكان ليبيا أو عفوا من الليبيين هم من المسلمون الذين يتبعون المذهب المالكي. طبعا هناك وجود أقلية يتبعون المذهب الأباضي بالحديث عن المذاهب، وأعداد أيضا لا بأس بها من الصوفيين. ومعظم المسيحيين الموجودين في ليبيا هم من جاليات أجنبية، من اللاجئين، سواء يأتون من الجنوب من الأفارقة، أيضا من الأقباط، وأيضا عندنا من الشمال ليبيا، يعني من أوروبا أو من أي مكان خارج البلاد. بالتالي أغلب المسيحيين إذا ما كانوا كلهم فهم من خارج ليبيا، ليسوا ليبي الأصل. نعم، ليسوا ليبي الأصل. الحديث عن الموارد الطبيعية يا عبد الرحمن، تشتهر ليبيا بالنفط والغاز والجبس، ويعتبر النفط والغاز مصدران رئيسيان للبلاد، وتبلغ احتياطات النفط في ليبيا 41.5 مليون أو مليار عفوا برميل، مما يجعلها تتصدر قائمة الدول الإفريقية في احتياطي مخزون النفط. في الحديث أيضا عن المنتجات، عندنا المنتجات الزراعية، تشتهر ليبيا بزراعة الشعير، القمح، الطماطم، البطاطس، الزيتون، وأيضا عندنا مجمل يعني الخضروات والفواكه تزرع أيضا في ليبيا بمختلف مناطقها. أيضا لدينا موضوع اللحوم، الذبائح، عندنا ما شاء الله سياسة الدعم، إذ أنه يجري في ليبيا دعم أسعار السلع الغذائية الأساسية. وأيضا عندنا موضوع الكهرباء، وعندنا الوقود، أيضا هي من الخدمات المدعومة من قبل الحكومة. أيضا لدينا خدمات التعليم والصحة تقدم بشكل مجاني تام للشعب الليبي. فبالتالي الحكومة الليبية وفرت للشعب الكثير من الخدمات، سواء دعما في الوقود والكهرباء، وأيضا عندنا خدمات التعليم والصحة، وهي بمناسبة من حقوق الإنسان. وبالتالي يعني لا فضل في هذه الحكومة، إنما يشار إليها بالبنان. نعم. أنها دعمت هذا الموضوع بشكل مجاني بحت للليبيين. جميل. والحديث عن السياحة عبد الرحمن، تعد ليبيا من أهم الدول السياحية التي لم يصدرها الإعلام كواجهة
سياحية ولم تشتهر بهذا صحيح. بسبب الحصار الذي كان مفروضا عليهم، واعتماد الدولة بشكل كامل على موارد النفط في الدخل. يعني ما كانوا يعتمدون على السياحة كمصدر دخل. إلا أنه في السنوات الأخيرة قبل 2011 بدأ المشهد السياحي في ليبيا بشكل أخاذ، وبدأ بالنمو والارتفاع، وأصبح من مصادر الدخل المعتمدة في ليبيا. وأول ما بدأ به في ليبيا يا عبد الرحمن هي العاصمة طرابلس. فخلال السنوات الأخيرة شهدت طرابلس تطورا كبيرا ونهضة عمرانية ضخمة، في سواء بناء الفنادق، بناء الأماكن السياحية، مراكز التسوق، أيضا الطرق والمواصلات والشبكة المواصلاتية. نجد أنه أيضا مطار طرابلس الجديد الذي افتتح مؤخرا، نجد أنه أيضا من الأشياء أو من المعالم المهمة في طرابلس. أيضا عندنا بالذكر في الحديث عفوا عن مطار طرابلس، هذا المطار قادر على تقديم خدمات ل20 مليون زائر سنويا ومسافر، بالتالي هذا رقم ضخم جدا. وعندنا أيضا مدينة بنغازي، ثاني أكبر مدن على الإطلاق. أيضا لدينا مشروع بنغازي 2025، هذا المشروع الكبير الذي سوف يطلق بعد تقريبا 3 سنوات من الآن. نعم. 3 سنوات. أيضا لدينا مشاريع بناء المنتجعات السياحية اللي موجودة على البحر يظهر لي على البحر المتوسط. نعم، على البحر المتوسط الذي يقع شمال ليبيا عفوا. وأيضا عندنا مناطق الجبل الأخضر وزوار ومناطق أخرى. بالتالي هناك عمل لا بأس به من قبل الحكومة الليبية في بناء أماكن تجذب السياح داخل ليبيا. وبالحديث عن السياحة عبد الرحمن، دعني وإياك نستحضر بعض المعالم الرئيسية أو المناطق السياحية الجالبة للسياح بشكل كبير. نبدأ بمدينة غدامس، وهي من أقدم المدن في دولة ليبيا، وتندرج تحت قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وتجدر الإشارة أيضا أن هذه المدينة لا زالت على قدمها وكونها تاريخية وتراثية، إلا أنها لا زالت تحافظ على رونقها وجمالها، فلذلك هي من الأماكن الجالبة للسياح. أيضا لدينا جبال النفوس يا عبد الرحمن، هذه الجبال التي تقع في الجهة الغربية من ليبيا، ويسكنها معظم السكان البربر الموجودون في ليبيا. أيضا تعتبر موطنا للماعز وأشجار التين والزيتون والمشمش، وتتصف أيضا ببرودتها الشديدة مقارنة مع مناطق أخرى في ليبيا بحكم أنها مرتفعة قليلا عن سطح الأرض. لبدة الكبرى، وهي التي شيدت على يد إمبراطور روماني قديم، وكانت تعد من أجمل المدن الرومانية آنذاك على الإطلاق. وفي عصرنا الحالي أيضا هي واحدة من أهم مواقع اليونسكو للتراث التاريخي العالمي، وتمتلك العديد من الآثار المطلة على البحر الأحمر على البحر الأبيض المتوسط. جميل. بالحديث أيضا عن الآثار والأماكن التاريخية، لدينا متحف الجماهيرية، وهو المتحف الذي يقع في قاعة المعرض الوطني في ليبيا، ويضم 47 معرضا، ويضم المعرض أيضا لوحات تعود للعصر الروماني واليوناني في ليبيا. فبالتالي هذا من أهم المعالم أو عفوا من أهم المعارض التي جمعت تاريخ ليبيا القديم. أيضا قيرواني، ويعد قيرواني أكثر المجتمعات العمرانية اليونانية تطورا والأكثر أهمية في ليبيا. وكانت تلك المنطقة مستعمرة يونانية منذ عام 630 قبل الميلاد، ثم تحولت إلى مدينة يونانية، وذلك كان عام 96 قبل الميلاد، وهي من أكثر المناطق الليبية مقصدا في العطلات. نكتفي بهذا القدر عبد الرحمن بالحديث عن دولة ليبيا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم مع فقرتنا الأخيرة، فابقوا معنا. يلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمة، وحلقوا بسمائها طرا وخيرا أمنوا.
نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبنائي من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده، أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يلوح الفجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها طرا وخيرا أمروا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، عدنا لكم مع آخر فقرات برنامجنا لهذه الحلقة وسبورت. في خضم هذه الصجة الإعلامية والمباريات الكثيرة والإصابات البالغة، كورونا يسيطر على كثير من اللاعبين ويفقدنا كثيرا من المتعة. ونبدأ بالحديث في هذا عن برشلونة الذي لم يعد إلا ب 14 لاعب تقريبا إلى الآن، ولديهم مواجهة في الثاني من الشهر المقبل. 3 حراس و11 لاعب أساسيين يا عبد الرحمن، لا يوجد بدلاء. كورونا غيرت المفاهيم وعقدت المهمات على كثير من المدربين. ما رأيك في الموضوع؟ والله عبد الرحمن، كورونا بدأت تعود بتأثيرها الذي أثرت به في عام 2020، ولكي تحرم المشاهدين متعة الدوري الإنجليزي. نسأل الله شفاء الجميع اللاعبين المصابين، وأن يزيل هذه الغمة عن الأمة بشكل عام. وأيضا لعل مشاهدين كرة القدم يتمنون عدم وجود مثل هذا المرض يتفشى في المجتمع الكروي أو اللاعبين الكروي. لكن دعنا نذكر عبد الرحمن هنا قضية، ألا وهي قضية الدوري الإنجليزي، وأنه كثير من اللاعبين لم يحصلوا على اللقاح
ضد فيروس كورونا بسبب مختلفة، ولكن نجد أنه في نسبة كبيرة تصل إلى 50% من لاعبي الدوري الإنجليزي لم يحصلوا على اللقاح، وبالتالي نجد أنه أكثر الإصابات الموجودة في مجتمع الكرة أو الدوريات الخمسة الكبرى في الدوري الإنجليزي، ونجد إيقاف المباريات كبير جدا. آخرها مباراة أرسنال وولفرهامبتون التي كانت قبل البارحة، هذه توقفت بسبب أيضا كورونا، ونجد أيضا مباريات كثيرة، بالتالي كورونا بدأت تؤثر بشكل سلبي. والحديث هنا عن تقنين وليست منع، يعني الأغلب أغلب الاتحادات الدولية تذهب إلى أنه نقلل من حضور الجماهير بدون إيقاف اللعب دوريات كرة القدم، فقط تقليل عدد الجماهير إلى 75% في الملاعب المكشوفة و50% في الملاعب المغلقة. بالتالي هذه خطوة جيدة ممكن تكون تساعد أيضا في استمرار الدوري الإنجليزي واستمرار حضور الجماهير، ولكن بشكل مقنن ومحدد. هي لا شك أنها خطوة ممتازة للحفاظ على الصحة البشرية والحفاظ أيضا على وجود متعة كرة القدم وحضور الجماهير، لكن الجماهير لا ترضى بهذا مما لا شك فيه، تبغى الحضور يكون 100% والسماح للجميع بالدخول، وهذا غير ممكن في الفترة الحالية. فلذلك نرجع وفي النقطة الأولى ونقول أن هذه الجائحة نسأل الله أن يعديها على خير، يعني أذهبت كثير من المتعة في حضور المباريات وأيضا في لعب المباريات نفسها في التأجيل والتأخير. طيب الحديث عن الدوري الإنجليزي عبد الرحمن، المتصدر مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، والمعروف عن بيب جوارديولا أنه إذا وصل المركز الأول أقلع ما ينافس فيه أحد. نعم، ما يوقف. عشان كذا احنا نقدر نقول أن مهمة ليفربول وتشيلسي أشبهت بالمهمة المستحيلة. نعم. أو المهمة الصعبة والشاقة جدا، كون أيضا تشيلسي يحمل عدد كبير من الإصابات والذي لا يلام فيها تخيل، ولكن عندما نجد مستوى تشيلسي حاليا يقع في المركز الثاني ويبعد عن المركز الأول تقريبا 8 نقاط. نعم. ونظرا للإصابات الموجودة في الفريق نجد أنه تشيلسي أدى ما عليه وزيادة، كونه قاعد على الأقل أنه قاعد يلعب تعادل، عكس ليفربول الذي يمر بمستوى متدني جدا. أيضا ليفربول أيضا أصابه الكثير من الإصابات، أبرز الغيابات الموجودة في ليفربول النجم الكبير فان دايك قائد الدفاع. نعم. بالتالي نجد أنه آخر 3 مباريات لليفربول آخرها 1-0 ضد ليستر سيتي في الدوري، أيضا قبلها في كأس اف اي كاب كأس الرابطة. أيضا نجد أنه ليفربول وصل مع فريق ليستر سيتي إلى البلنتيات، وأيضا فاز هناك بركلات الترجيح، قبلها توتنهام 2-2. فبالتالي نجد أنه آخر 3 مباريات فيها تعثر في كلام في ملاحظات على مستوى ليفربول، ولكن السعيد هنا هم لاعبين ومدرب وجماهير مانشستر سيتي الذين يتربعون في الصدارة ب50 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب متنافس لهم ألا وهو تشيلسي. جميل. والجدير بالذكر أيضا أن في آخر مباراة بين ليفربول وليستر سيتي النجم الكبير محمد صلاح أضاع ضربة جزاء، وهذا مستغرب منه، يعني هو نعم. ما شاء الله عليه ما يحتاج لضربة جزاء، كل شوتاته من أي منطقة كأنها ضربة جزاء، لكنه أضاعها وتسبب في خسارة فريقه. لكن لا نحملها لمحمد صلاح، الغيابات في ليفربول كثير، وأبرزهم كما ذكرت عبد الرحمن نجم الدفاع الأول فان دايك وغيرهم. بالمناسبة هناك مباراة قادمة سوف تجمع ليفربول وتشيلسي بعد يوم الأحد القادم، مباراة سوف تكون حامية الوطيس، كلا الفريقين منافس بشكل مباشر على الدوري، ومهما تكون النتيجة سوف هي تكون لصالح فريق مانشستر سيتي، بكون أنه هذه المباراة أحدهما سوف يتعثر، سواء كان بالتعادل وبالتالي سوف يخدم سيتي بشكل كبير جدا، واحدهم سوف يخسر والآخر سوف يفوز، وبالتالي أيضا سوف يبتعد أحد الفرق عن منافسة الدوري الإنجليزي. فبالتالي هي مباراة مهمة جدا لمانشستر سيتي. خلينا نتكلم عن الرحمن عن ركلة جزاء محمد صلاح التي أضاعها. نعم. بالجدير بالذكر هناك إحصائية تقول أنه آخر ركلة جزاء محمد صلاح أضاعها في الدوري الإنجليزي كانت في عام 2017. فبالتالي عندنا 2017 قرابة 4 سنوات إلى 4 سنوات ونصف محمد صلاح ما أضاع ولا ركلة جزاء في البريمير ليج في الدوري الإنجليزي. بالتالي هذا يعني مستوى كبير جدا محمد صلاح، يعني يشاد به، ويستغرب أيضا ضياع ركلة الجزاء، ولكن كرة القدم هكذا فيها ضياع وفيها أهداف وفيها منافسة. نعم. نجوم كبار نفس محمد صلاح وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو غالبا ما تكون ركلة الجزاء عندهم محسومة وأشبه بأن فرص الضياع فيها 0. لكن دعني أتكلم هنا بالحديث عن النجوم عن مانشستر يونايتد.
نعم. توقعنا في بداية الموسم أنه وجود كريستيانو رونالدو معهم قد يؤهلهم لأخذ الدوري أو على الأقل المنافسة فيه بعد غياب طويل، لكن تراجع مستوى كريستيانو، عدم حضوره الذهني، ممكن نقدر نقول كبر سنه، كل هذه عوامل نقدر نقول أنها أخرت مانشستر يونايتد بدلا من أن تقدمه. ما رأيك في هذا عبد الرحمن؟ هو عبد الرحمن مشاكل اليونايتد كانت كبيرة جدا، ليست محصورة على كريستيانو فقط، وإن كان كريستيانو قد يكون جزء منها كونه النجم الأول، على الأقل النجم الأول الحالي في كريستيانو، وبالتالي لعله هذه ضريبة النجومية الكبرى الساطعة. تجد أنه في حال نزول مستوى الفريق يحمل النجم الأول، وأنا محمل صراحة المشكلة الكبرى إلى الإدارة بشكل كبير، وأيضا إلى المدرب السابق سولشاير. فبالتالي مستوى يونايتد الحالي، وإن كان في آخر 5 مباريات فاز 3 مباريات، تعادل في مباراتين، فبالتالي يعتبر أرقام جيدة، إلا أنه لا يعكس هذا موضوع أداء الفريق داخل الملعب أداء سيء جدا، وبالتالي يونايتد لديه مشاكل كبيرة أكبر من كريستيانو رونالدو ونزول مستوى كريستيانو رونالدو. طيب، على عجالة، مدريد متصدر الدوري الإسباني، والاتحاد في آسيا متصدر الدوري السعودي، وهم أفريقيا عريق. الوقت لا يسعفنا أن نتكلم بالتفصيل في هذا، نعم. فلعلنا نؤجل الحديث فيه لحلقات قادمة. نعم، لعلنا بس يعني ناخذ نقطة بسيطة جدا في موضوع الدوري الإسباني، أنه الدوري الإنجليزي أصبح شبه محسوما لريال مدريد، وننتظر عودة تاريخية لنادي الاتحاد، كونه آخر دوري حصل عليه في عام 2009، بالتالي هناك 11 سنة من غياب، 12 سنة عفوا من غياب تام عن تحقيق بطولة الدوري، وبالتالي هذا الموسم ينتظرون الكثير من المفاجآت، وخصوصا مع وجود لاعب كبير واستقطاب نجم مثل هداف مثل حمد الله، بالتالي أصبحت فرص الاتحاد كبيرة جدا لتحقيق الدوري السعودي. شاكر لك عبد الرحمن، الشكر موصول لكم أيضا أنتم متابعين ومشاهدين الأفاضل في كل مكان على حسن الاستماع والمشاهدة. الشكر موصول لك عبد الرحمن. حياك الله أخوي عبد الرحمن. أهلا وسهلا. أنس وصحاب في ساعة شباب، ترقبونا في نفس الموعد من كل أسبوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات، وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.